اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده صينيه كيكه، حاجه كده جميله جدا جدا، وان شاء الله بمقاديرنا سهله وبسيطه. وزي ما انتم شايفين صينيه الكيكه بتاعتنا كده، الارتفاع بتاعها جميل جدا والسوا بتاعها مظبوط. يا رب بقى الفيديو بتاعي يعجب حضراتكم. يلا كده كلكم تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي. عايزه الصلاه على النبي كده يزلزل الفيديو. هنقطعها بقى كده. انا استنيت لما الكيكه بتاعتي بردت، يعني مش بردت قوي يعني عشان ما اكدبش عليكم. هنقطعها بقى كده وهوريكم هي قد ايه هشه كده وجميله. مقاديرنا سهله ومقاديرنا مظبوطه كده. شايفين بقى قوام الكيكه بتاعنا؟ شايفين المسام بتاعتها عامله ازاي؟ جميله جدا وهشه كده وحاجه كده عظمه زي ما بيقولوا. يلا بقى كلكم كده تشجعوا واعملوا الكيكه بتاعتي مع كوبايه شاي كده بقى في الشتاء وانتوا قاعدين. حاجه كده جميله جدا جدا. يا رب تعجبكم، يا رب الطريقه كده تنال اعجاب حضراتكم. زي ما انتوا كده شايفين الكيكه بتاعتي قد ايه جميله. هنخش بقى مع بعض كده على بالمقادير. انا عملت النهارده الكيكه بالمضرب العادي، تقدر اليدوي. المضرب الكهرباء يا حبايبي تقدروا ان انتوا كده ايه تستعملوا الخلاط عادي. انا نزلت كده بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، نزلت عليهم بمعلقة خل. الخل ده بيخلي الكيكة هشة كده وبيضيع اي زفرة في البيض. هضرب كده البيض بتاعنا الاول. تقدروا بقى تحطوا كل المقادير السايلة بتاعتكم في الخلاط وتضربوها، بس انا فضلت النهاردة ان انا اعمل كده بالمضرب الكهرباء. انا هنزل كده بالثلاث بيضات زي ما قلت لحضراتكم، وعليهم كده معلقة خل، وهضرب البيض كده لحد ما لونه يفتح زي ما حضراتكم شايفين. انا همشي معاكم واحده واحده كده بمقادير سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات. هضرب كده البيض لحد ما يبقى هش معايا ولونه يفتح. انا كنت الاول بحط كله في الخلاط وبضربه. تقدروا انكم تعملوا كده معايا بقى كده حوالي يعني ازيد من نص كوبايه شويه. حطيت معلقتين سمنه كبار، اي نوع سمنه متواجد عندك، وعليهم شويه زيت. الزيت ده بيخلي الكيكه بتاعتنا هشه جدا وجميله. وهضربهم كده بقى. نزلت بيهم على الثلاث بيضات وهضربهم كده مع بعضهم لحد ما المكونات تتجانس كده مع بعضها، البيض مع السمنه. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من السكر، ويفضل ان السكر يكون ناعم وابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. السكر الغامق هيغمق لك الكيكه ومش هيخليها فاتحه زي ما شفتي في اول الفيديو. ونزلنا عليهم بكوبايتين لبن. ادي كده الكوبايه التانية اهيت. وهضرب بقى كل المكونات مع بعضها لحد ما السكر يدوب تماما. لازم تتأكدي ان السكر بتاعك داب تماما. هقول لكم بقى كده المقادير بتاعتنا على السريع. معانا 3 بيضات، معانا نص كوبايه سمنه. بالمج اللي انت هتعايري بيه هتعايري بيه كل حاجه. معانا كده نص كوبايه سمنه على زيت. حطيت معلقتين سمنه كبار، اي نوع سمنه عندك، عليهم شويه زيت. حطيت كوبايتين سكر، كوبايتين لبن. وفضلت اضرب في الخليط كده معايا بالمضرب الكهرباء او الخلاط عادي، اي حاجه متواجده عندك، لحد ما تحصلي على القوام الكريمي اللي حضرتك شفتيه ده. شايفين قد ايه القوام بقى كريمي وجميل جدا. لازم تتاكدي زي ما قلتلك ان مفيش سكر خالص في الخليط بتاعك. اهم حاجه من نجاح الكيكه انك تدوبي السكر جدا. بعد كده بقى معانا المضرب اليدوي، وهننزل بقى كده بالدقيق. معلش بقى انا كنت بحضر كده الدقيق، مش عايزه افصل معاكم الفيديو علشان نمشي واحده واحده مع بعض. هننزل بقى كده بالدقيق بتاعنا تدريجي يا حبايبي. هنزل الاول كده بكوبايتين دقيق، نفس المج اللي انا معايره بيه المقادير بتاعتي. هنزل كده معاكم بمجين الاول.
وعليهم كيس بيكنج باودر، اي نوع بيكنج باودر تفضليه، كيك شيب بيكنج باودر اي حاجة عندك. نزلت كده بكيس البيكنج باودر اهوت، وهنزل عليهم بذرة ملح. ذرة الملح دي بتخلي لي الكيكة بتاعتي هشة جدا. العامل الاساسي في نجاح الكيكة معلقة الخل وذرة الملح، هما اللي بيخلوا معاك الكيكة بالقوام والهيشان اللي انت شفتيه ده. بصي ذرة الملح حاجة كده ما بين صوابعك، بسيطة جدا، وما تخافيش مش هتأثر على طعم الكيكة خالص ولا هتبان فيه. وبعدين الملح ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في اي حاجة من المعجنات كده حتى لو مش بتحطي فيها ملح لازم تحطي ذرة الملح دي. يلا بقى صلوا على النبي كده يا حبايبي في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا بقى لحد هنا ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والتعليق الجميل بتاعكم يا حبايبي. واللي يجرب الكيكه بتاعتي ديت يكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه رايه فيها. بصوا بقى هنضرب كده بقى بالمضرب العادي، هنضرب كله يعني ايه مرة واحدة كده في جنب واحد، مش هنفضل نروح نضرب نلف بالمضرب شوية شمال وشوية يمين، علشان احنا عاوزين كده ندخل الهواء في الكيكة علشان يبقى ايه الكيكة بتاعتنا هشة وفيها فراغات كده ما تبقاش مكتومة معانا. انا بس بلم بس الجوانب بتاعت الدقيق وكله على ايه على اتجاه واحد. ننزل كده بقى معانا بمج كمان من الدقيق. انا الدقيق ده نخله مره قبل كده ونخلته تاني. اما تنخلي الدقيق كده مرتين تلاتة بيساعد برضو ان الكيكه بتاعتك تبقى هشه وجميله، لانك بتدخلي في الدقيق برضو هوا لما بتنخليه مرتين. بس بقى انا بقول لكم على كل التكات اللي تساعد معاكم ان الكيكه تنجح. شوفوا شايفين انا بقلب على اتجاه واحد، مش بقلب شوية اتجاه شمال وشوية يمين، انا بلم كده احراف الكيكة وبقلب على اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان بقى تاخدي ايه خليط كريمي وجميل جدا جدا. احنا عايزين القوام بتاع الكيكة بتاعنا هتشوفوه دلوقتي. معايا كده بقى صينية اكبر صينية عندي في الطقم اللي هي المستطيلة ديت، دهنته سمنة. بصوا شايفين بقى القوام بتاعنا، انا دهنته كده سمنة ودهنت. بصوا هتلاحظوا ان انا دهنه الجناب كمان سمنة علشان ايه تبقى الكيكة بتاعتنا متساوية من كل حتة وما تلزقش مننا الحرف بتاعنا. لو ما دهنتيش حرف الصينية سمنة هيلزق منك في الحرف. شايفين بقى كده القوام بتاعنا هو حوالي نص الصينية، لازم يبقى القوام بتاعك نص الصينية بس ما يزيدش عن كده علشان لما يرتفع يملى الصينية بتاعتك. ومقاديرنا دي كده سهلة وبسيطة، وده بقى الشكل النهائي اللي شفتوه في اول الفيديو. شايفين بقى الجوانب بتاعتنا لو تلاحظوا كده ان هي سايبة الصينية، ده من سر برضو نجاح الكيكة ان الكيكة مستوية حلو ومش لازقة كده في الجناب ولا لازقة في قعر الصينية. يلا بقى انزلوا بسرعة كده حطوا اللايك وفرحوني بلايكاتكم كده وتعليقاتكم الجميلة. انتوا بقى طبعا شفتوا كل ده ما شفتوه معايا في اول الفيديو، بس انا طبعا كنت حاطه لكم كده في اول الفيديو عشان تشوفوا شكل كده الكيكة وتكملوا معايا الفيديو علشان تشوفوا المقادير كده. انا هطلعها بالراحة خالص، لازم كده اول حتة تطلعوها بالراحة. شايفين الفراغات اللي في الكيكة بتاعتنا، شايفين هي قد ايه هشة وجميلة، شايفين اللون بتاعها، شايفين كده لون الكيكة بتاعتنا ابيض ازاي. ده من السكر يا حبايبي اللي مديها اللون الابيض الجميل بتاعنا ده. لو السكر غامق زي ما قلت لك هتبصي تلاقي ان الكيكة مش باللون الفاتح الجميل بتاعنا ده. بقى كده مع كوباية شاي بلبن